بعد تشييع المرحوم إلى مثواه الأخير، ظل كل أفراد أسرته وأصهاره وأقرباؤه في منزله، ولكن المبروك العسلاوي قال إنه يفضل أن يبيت في منزله لأنه يخشى أن يتعرض للسرقة. في الصباح جاءت زوجته وابنته الوحيدة إلى المنزل، كانتا ترغبان في تغيير ملابسهما، ولكنهما وقعتا على اكتشاف رهيب. كان المبروك العسلاوي على أرضية الصالون وسط بركة من الدماء، كان بصدره أثر طعنة غطاها قميص أحمر. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. جثة وكأسان وقميص أحمر. لم يكن هناك ما يثير الاهتمام ولا الفضول حتى في حياة عائلة العسلاوي التي تقطن في فاس. كان رب الأسرة يعمل في الدباغة، كان معلما، وقد استطاع أن يوفر لأسرته أسباب حياة كريمة لا تكاد تشوبها مشاكل مادية. كان له بنت وحيدة من زوجته كنزة، كانت فتاة متقدة الذكاء. في شتاء العام 88 تحديدا، في ليل 17 من دجنبر، بشكل مباغت توفي صهر المبروك العسلاوي والد زوجته كنزة. كان رجلا طاعنا في السن. بعد تشييع المرحوم إلى مثواه الأخير، ظل كل أفراد أسرته وأصهاره وأقرباؤه في منزله، كذلك تقضي التقاليد. وطبيعي أن تمكث كنزة وابنتها زهيرة في بيت والدها، ولكن زوجها المبروك قرر أن يبيت في منزله متعللا بالخوف من أن يتعرض للسرقة. وهكذا بعد العشاء وبعد أن انصرف الطلبة، قصد المبروك إلى منزله. في صباح اليوم التالي توجه أقرباء المرحوم إلى المقبرة للوقوف على قبره. هي في الحقيقة مناسبة للنساء لتعرفن مكان القبر إذ لم تحضرن تشييع الجنازة. بعد ذلك ارتأت كنزة وابنتها زهيرة أن تتوجه إلى المنزل بغرض تغيير ملابسهما. لما دخلتا اكتشفتا منظرا رهيبا. كان المبروك ملقا على الأرض، وعلى صدره أثر طعنة بأداة حادة، وعلى الزربية بقعة دم كبيرة. اقتربت منه كنزة، بعد أن لمسته أيقنت أنه ميت. على الصراخ والعويل، وجاءت جارات لكنزة تسرعن. كان المشهد مروعا. حضرت الشرطة، ثم التحق بالمنزل الطبيب الشرعي وممثل عن النيابة العامة. بعد المعاينة الأولية رجح الطبيب الشرعي أن تكون الوفاة حدثت أواخر الليلة الماضية. قام العميد التيجاني عبد الله بمعاينة شملت كل غرف المنزل ومرافقه. لم يكن هناك حتى الآن ما يقود إلى القاتل أو القتلة. صدر الإذن بنقل الجثة إلى مستودع الأموات. لاحظ العميد علامات الحداد على كنزة وابنتها، ثم علم أن المرأة فقدت والدها بالأمس، وهي الآن تفقد زوجها. كان العميد حريصا على مراعاة تلك الظروف المأساوية التي تعيشها المرأة. خلال معاينته الأولية للمكان، لاحظ العميد التيجاني وجود أثر كأسين على المائدة الزجاجية التي تتوسط الصالون، وقد مكنته خبرته من أن يكتشف أن الكأسين اللذين كان على المائدة الزجاجية كانا مملوءين خمرا، بل إنه تمكن من أن يكتشف نوع تلك الخمر. بعد الزوال تم استدعاء الأرملة. كانت كنزة متشحة بالبياض، وكانت معها ابنتها زهيرة التي ارتدت جلبابا بنيا وغطاء رأس بلون موحد فاتح.
كانت الأرملة من دخلت مكتب العميد أولا، باشر استجوابها بشكل روتيني، سألها عن اسمها وسنها وعن أمور لم تكن في صلب موضوع مقتل المبروك، ثم ولعل كنزة استغربت ذلك مضى العميد يتحدث معها في أمور بلغة تنزع إلى أن تكون مواساة وتخفيفا عن ثقل الكارثة التي حلت بهذه المرأة المسكينة التي فقدت والدها بالأمس، ثم ساعات بعد أن دفن اكتشفت زوجها مقتولا. لعل كنزة في قرارة نفسها ثمنت لطف ولباقة العميد التيجاني. من تلك المقابلة لم يستخلص العميد شيئا إلا ما أكدته كنزة من أن زوجها أصر على أن يبيت في منزله خشية تعرضه للسرقة. خارج المكتب كانت زهيرة البنت ذات 18 عاما تنتظر. فجأة أطلت والدتها من مكتب العميد، كانت عيناها تدمعان. أشارت إلى زهيرة أن تدخل. طلب منها العميد أن تجلس على الكرسي الملاصق لمكتبه. كان يركز نظراته على عينيها. اكتشف في بريقهما علامة ذكاء متقد لدى الفتاة، ولذلك سعى إلى اعتماد أسلوب يختلف عن الأسلوب الذي اعتمده في استجواب والدتها. كان العميد أعلم بأهمية وجدوى الأسئلة المفاجئة، تلك التي لا يتوقعها الشخص الذي يتم استجوابه، ولذلك ما أن اقتعدت زهير الكرسي حتى باغتها بالسؤال: من أزال الكأسين اللذين كان على مائدة الصالون؟ لم تكن تتوقع أن يسألها عن كأسين لم يكونا موجودين لحظة وصول الشرطة. أيقنت أن لا فائدة من المراوغة، ولذلك وبدون أدنى تردد تقريبا أجابت بأن والدتها طلبت منها إزاحة الكأسين وغسلهما بعد اكتشاف جثة والدها. كان عليها أن تفسر السبب وراء ذلك، وكان العميد ينتظر ذلك التفسير، ولذلك لم يقاطعها. لم يطل صمتها إذ قالت إن والدتها نصحتها بحمل الكأسين إلى المطبخ وغسلهما اتقاء فضيحة تضاف إلى المأساة. كانت لا تريد أن يعلم الناس أن المبروك كان سكيرا، كانت تخشى على سمعة العائلة. من حق العميد أن يعتبر أن ما قامت به زهيرة بإعاز من أمها تغيير لملامح مسرح الجريمة. استدعى الأرملة إلى مكتبه من جديد. اختلف أسلوبه هذه المرة، غابت نبرة المواساة وعوضها حزم الباحث الذي يريد أن يفك لغز جريمة قتل يلفها غموض لا يستهين به. تأسيسا على ما قالته زهيرة دفع العميد التيجاني كنزة إلى الإقرار بأنها التي طلبت من زهيرة أن تزيح الكأسين من المائدة وأن تنظفهما. اعترفت كنزة أيضا بأنها طلبت من زهيرة إخفاء قميص كان يغطي الجرح الغائر على صدر المبروك. وبينما كان يستنطق الأرملة توصل العميد بتقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن المبروك العسلاوي قتل بطعنة بأداة حادة على مستوى القلب. معلومة أخرى على قدر كبير من الخطورة جاء بها تقرير الطبيب الشرعي، فقد أكد أن المبروك قبل أن يقتل أقام علاقة جنسية شاذة. أبلغ العميد الأرملة بما قاله تقرير الطب الشرعي، وقد جعلتها المعلومة الأخيرة تنهار وتقر بأن زوجها في الفترة الأخيرة كان يحاول أن يفرض عليها معاشرة شاذة. أيقن العميد أن المبروك العسلاوي معلم الدباغة كان على الأقل في المرحلة الأخيرة لواطيا. انتقل رفقة الأرملة وابنتها إلى منزلهما، حيث دلت على المكان الذي أخفت فيه القميص. كان قميصا أحمر، أكدت أنه ليس لزوجها الذي اختفى قميصه هو. تبين الآن للعميد أن المبروك العسلاوي كان برفقة شخص من الشواذ، وأن الراجح أن يكون ذلك الشخص هو القاتل. كان أغلب الشواذ معروفون لدى الدوائر الأمنية في فاس، ولذلك سهل وضع قائمة باشر المحققون تقليصها إلى أن لم يعد بها سوى اسمين. تم إحضار الأول إلى مكتب العميد التيجاني. هناك عرض عليه القميص الأحمر، كانت آثار الدم واضحة عليه. وتفاديا لكل تعقيد أقر الشاب بأن ذلك القميص كان له قبل أن تطلب منه والدته أن يعطيه لشقيقه الذي لم يخف أنه بدوره من الشواذ. صدرت الأوامر للبحث عن صاحب القميص. قبل مساء ذلك اليوم كان ماثلا أمام العميد التيجاني.
أقر بأنه من قتل المبروك العسلاوي. حكى للمحققين تفاصيل تلك الليلة، ليلة 17 من ديسمبر. قال إنه التقى المبروك ولم يكن يعرفه من قبل. طلب منه أن يرافقه إلى المنزل واتفق على الثمن، بل إنه تسلم تسبيقا. أقر بأنهما احتسيا معا قنينة خمر، ثم نشب بينهما خلاف. قال إن المبروك كان يريد المزيد، ولما رفض جاء من المطبخ بسكين وراح يهدده. لحظتها جرد الكهل من سلاحه ووجه إليه الطعنة القاتلة. قال إنه لم يكن يريد قتله، وإنه استعمل قميصه في محاولة لوقف النزيف، ولكنه مات. إذ ذاك خرج وأغلق الباب. كانت اعترافاته كاملة مستوفية كل التفاصيل، وعلى أساسها تم تقديمه إلى النيابة العامة. ملفات بوليسية.